5 علامات للبنزين المغشوش لو ظهروا ليك اهرب بسرعة. لو عربيتك بدأت ترعش او لقيتها فجأة ماتت منك بعد ما مونت بنزين، تابع الفيديو ده عشان اقولك ايه اللي حصل. اليومين دول في مصر ناس كتير جدا وسواقين كتير جدا عربياتها باظت بعد ما مونوا من بنزينات معينة او على المستوى العام، لان في ناس بتقولك ده بنزين من محطات معينة وناس تقولك لا ده هو اصلا في مشكلة في البنزين عموما. البنزين ده بيكون مغشوش او متضاف عليه، مغشوش يعني متضاف عليه مادة اسمها كيروسين او متخزن غلط، فبالتالي بيخش على الرشاشات بتاعت حضرتك فبيبوظ لك الحاجات، اجزاء في الموتور، بيبوظ لك ترمبة بنزين. فانا هقول لك 5 علامات تقول لك ان البنزين بتاعك اللي انت لسه ممونه فيه مصيبة. 1 رجة في الموتور. 2 دخان من العربية. 3 لمبة الاعطال تنور. 4 العربية بتقطع وانت ماشي العربية ماتت، حطت رجلك على البنزين مفيش بنزين او بدأت تقطع منك. 5 استهلاك البنزين زاد فجأة. الحل بقى يا معلم ايه؟ ان انت تمون من محطة موثوق منها، تمون من محطة انت على طول بتمون منها، تبقى عارف ان انا العربية بتاعتي محصلهاش مشاكل وانا بمون من المحطة دي، فالمحطة دي تبقى نظيفة. 2 خد فاتورة من المحطة اللي انت بتمون منها عشان لا قدر الله لو حصل لك اي حاجة تقدر تقاضيهم، تقدر ترفع عليهم دعوة. ونصيحة مني، لو انت مونت ولقيت فيه مشكلة في العربية ما تسكتش، اجري على مركز صيانة شوف العيب، لاني هتزعل. النهاردة نسبة الاعطال لما بتيجي سيادتك تصلح بتتكلف مصاريف كبيرة جدا جدا جدا، فانت ما تستناش، اجري على مركز صيانة اكشف على العيب بسرعة. الاول هيبقى بسيط، لو استنيت هيبقى كبير. شكرا.